معسكر البهامس. برا اسرح يا سيدي، برا معسكر البهامس برا. أبي يا مزمر. ويني انا العب. أكيد راك تفرجت على الأنمي في حياتك، سواء بإرادتك ولا بالصدفة. الأنمي خلينا نحلموا، نحسوا رواحنا أبطال. أما اليوم باش نحكيو على الحقيقة اللي ما يحبوش فانز الأنمي يسمعوه. مش باش نسب، أما باش نحلل ونضحك ونقول الحقيقة. في برشا أنميات البطل يضربوه، يتكسر، يطيح، أما في آخر دقيقة تسمع صوت صاحبه يقوم فجأة بطاقة جديدة. معناها سبحان الله، من جد الله أعلم. وأبسط مثال عنا ناروتو، كل مرة يلقى طاقة جديدة من العدم. كيفاه؟ من جد الله أعلم. كان جا في تونس ضربة واحدة توا يمشي للاستعجال، تشوف وقت الطور جديد. في الانيم العركة الواحدة تشد 7 حلقات كيما دراغون بول. العركة الواحدة قد تشد شهر يا اخي. تضرب ولا تعمل في مناظرة فلسفية ودي؟ قول لي. في بعض الانميات واحد يخسر صاحب في الحلقة 2 يقعد يبكي عليه 20 حلقة، كيما اتاك تايتن. الدراما فيه قوية ياسر، اما مرات تحسها زايد اكثر من اللازم. برجولي اول واحد شعره اخضر، واحد شعره ابيض، واحد ما يتبسمش خلاص كيما جوجو ساتو. اقوى شخصيه ويفعل كان باله السيد في سهريه. في تونس الاول واحد يمشي هكا في الشارع تو الناس تقول شبيك خويا ماك لاباس. بالاخر باش نكونوا عادلين، الانيم يعلم الصبر، الاصرار، الصداقه. نحشي فيها يخليك تحب الموسيقى الملحميه وانت ماشي تقرا مثلا في المدرسه. الانيم يلهم برشا عباد، اما لازم نفرقوا بين الخيال والواقع. الانمي فن، اما مش لازم نقدسوه. نضحكوا عليه، نستمتعوا بيه، اما ما نعيشوش فيه. مريقة العشيري تنجم تكتب لنا رايك في كومنتير ولا حاجه.